مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقة جديدة من الليلة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن يمكن مشكلة بتواجه مجتمعنا دلوقتي، وانا يمكن بسميها مشكله لما تداخل فيها من اراء مختلفه، وده بيعمل مغالطات كتير عند كتير من الناس وبيستخدموه بشكل خاطئ. هنحاول طبعا نتعرف النهارده عن الزواج العرفي. هنشوف ايه هو تعريفه. التعريف البسيط ليه ان هو الزواج اللي بيشهد بين رجل ومراه واثنين شهود، وبيبقى فيه قبول واحيانا بيبقى فيه ولي او لا. ده برضو اللي هنعرفه النهارده من متخصص في هذا الموضوع. وبرضو بيتم طبعا بدون اي وثائق رسميه، فده بيسقط عن المراه كتير من حقوقها. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، وهنتكلم عن شروط الزواج العرفي وعن احكامه وعن حقوق المراه وحقوق النسب والاطفال في طبعا الزواج العرفي. تفاصيل كتير بيسعدنا ان يكون معانا دكتور خالد شهاب، وهو خبير السعاده الزوجيه ومحامي الاسره. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بك، الله يخليك. دكتور، يمكن ظاهرة الزواج العرفي أصبحت يعني مشكلة بتهدد مجتمع دلوقتي، لأن كتير بيستخدموه باستخدام خاطئ. في حالة إنه هو أحيانا في أقاويل بتقول إن هو حلال وليه شروط معينة، وفي بيبقى بشكل باطل بتبقى برضو بتسقط عنه الشروط الأساسية. تمام. وده يمكن ده اللي بيستخدموه كتير من الطلاب في المدارس وفي الجامعات وبين الشباب. تمام. فحضرتك بقى تنورنا. الزواج العرفي. اولا الزواج له شروط: الايجاب والقبول. يعني ايه الايجاب والقبول؟ يعني الزوج يعرض على الزوجه الزواج وتقبل، ويكون الايجاب والقبول في حضور الشهود، ولا بد ان يكون الايجاب والقبول بصوت مسموع. يعني لازم يقول لها بصيغه صريحه بطلبك للزواج، وترد عليه في نفس الوقت، ما ينفعش تتأخر عنه، ترد عليه في نفس الوقت بموافقتها على الارتباط بيه، ويكون ده على مرأى ومسمع من الشهود. ولا بد أن يشترط فيه بقية شروط عقد الزواج من المهر، تمام، ومن وجود ولي إذا كنا بنتبع أي مذهب غير المذهب الحنفي. في الزواج العرفي يا دكتور في مهر؟ طبعا في مهر. أي زواج بدون مهر هو زواج باطل. اللي بيحصل النهارده من طلبه الجامعه، اللي هو اي واحد بيعرف بنت زميلته في الجامعه وبيتجوزها عرفي، سواء بورقه او سواء زواج عرفي شفوي، لان الزواج العرفي احيانا كمان بيتم شفوي بالايجاب والقبول شفاهه، ما بيكتبوش ورقه. ده مش زواج، لان ده ما فيهوش مهر، وده بتكون الزوج. هتفرق بقى يا دكتور مثلا بالمهر اللي يعني ممكن يديها 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا حاجه؟ لازم يديها المهر الكفء ليها، المناسب ليها. يمكن هي راضيه بكده، حتى لو هي رضيت. ما هو لازم الولي بتاعها كمان يرضى بهذا المهر. بس احنا قلنا ان في الزواج العرفي الولي بيتم بدون ولي طبقا للمذهب الحنفي بس. تمام. يعني المذهب الحنفي هو المذهب الوحيد اللي اباح الزواج بدون ولي. وللاسف القانون المصري اخذ احكام عقد الزواج من المذهب الحنفي. تمام. فيجوز ان يتم الزواج بدون ولي، ويجوز برضك ان يتم الزواج بين الولد والبنت عند المأذون بدون ولي. يعني ممكن ان هما الاثنين يروحوا عند المأذون ومعاهم شهود ويتجوزوا بدون ولي، بدون وجود الاب، ومن غير ما يكون علني. ومن غير ما هو التوثيق هنا هو العلنيه. المأذون ده موظف عام تابع للدوله بيوثق عقد الزواج. تمام. وانس ان عقد الزواج اتوثق، يعني اصبح ليه مرجع في الدوله، اصبح علني. بالظبط. ده زواج حتى لو ما حد يعني زواج عادي. وممكن اهلها ما يعرفوش، بس هي هي عندها القدره ان الكل يعرف. وبعدين في عندنا شهود، وثيقه رسميه ومفيش مأذون ومفيش الحاجات دي كلها. يبقى ده الزواج العرفي. تمام. اذا تم بين الطلبه بتوع الجامعه فهو بيتم بشكل بدون استقرار. هو نوع من انواع زواج المتعه. هو يعني ايه زواج المتعه؟ زواج المتعه هو الزواج على التأقيت، يعني زواج لفتره محدده. واحد يقول لواحده انا هتجوزك مثلا 3 اشهر. يعني محدد الفتره بالظبط. وانس ان احنا حددنا البيريود بتاعت اللي هي الزواج، كده هو اصبح زواج متعه، واصبح منهي عنه شرعا، وهو زواج باطل، ويعاقب الزوج والزوجه بعقوبه الزنا. تمام. طالما ان احنا حددنا، لان من شروط عقد الزواج في النيه الاستقرار. وانس ان مفيش استقرار، يبقى كده
اصبح ليس هناك يعني زواج. زواج المتعه اتشرع اصلا في الاسلام وقت الحروب ايام الفتوحات، لكن النبي بعد كده بعد الدوله الاسلاميه ما استقرت الاركان الخاصه بيها نهى عن زواج المتعه، وتم نسخ زواج المتعه، يعني تم الغائه. اي زواج محدد بفتره معينه هو زواج متعه وهو زواج باطل. الزواج العرفي بيشترط فيه كل شروط عقد الزواج العاديه فيما عدا التوثيق. إذا تم الزواج العرفي بين طلبة الجامعة زي ما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، قال لك هو زنا وليس زواج. تمام؟ يعني معلش يا دكتور بس عشان الكلام يبقى واضح. أوكي. لو بين طلاب الجامعة بس بالشكل أو بشروط الزواج العرفي الصحيحة. بالظبط. لا يبقى يعني إيه الصحيحة؟ يعني أهلها عارفين؟ يعني لو أهلها عارفين في ولي، لو في ولي خلاص. لا لو في ولي اهلها عارفين، يعني في اشهار. اصل اللي بيحصل ايه؟ هو بيتجوزها تمام قصاد مين؟ 2 من زمايله في الجامعه بالظبط. تمام، ده مش اشهار، ده تهريج. تمام، لان هو بيقول لل2 دول ما تجيبوش سيره لحد وما تقولوش لحد. صح. تمام، فانا كده نفيت عنه العلنيه. ما هو الشهود المقصود بها العلنيه، ان الكل يبقى عارف. فالولي لوحده ممكن يبقى ده شرط العلنيه. ممكن. طيب. تمام، لو هم مش طلاب جامعه ولا مدرسه وكبار بيحصل. يعني تمام، ومفيش ولي، ما هي مش هتحتاج ولي بقى في الفتره دي، لان هو ممكن يبقى زوجه تانية، ممكن تبقى بالظبط. يعني هو الزواج العرفي انتشر كمان في اوساط رجال الاعمال. ان هو بيتزوج السكرتيره الخاصه بيه. طبعا العمل بتاع السكرتيره ده الكليشيهات اللي بنشوفها في الافلام دايما بالظبط. يعني هو ده بيحصل النهارده، هو ده من الواقع بالظبط. تمام. هو بيتعامل مع السكرتيره عدد من الساعات كل يوم، بيتعود عليها. السكرتيره طبعا في العمل بتتعامل معاه على انه عمل، فبتلتزم بيه وبتهتم بصاحب العمل. في الوقت اللي بتكون الزوجه مطحونه مع الابناء والدروس والمدرسه، فبتبدا بيقل اهتمامها بزوجها، وبيلاقي هو البديل في ده السكرتير، خاصه كمان ان السكرتيره بيكون سنها اصغر من سن الزوجه. تمام، وبيكون الزواج ده بالنسبه للسكرتيره هو زواج مصلحه. طبعا. تمام. لان هي مش قاعده عشان هو ده شغلها فهي ملتزمه بشغلها، لا هي كمان بتتكتك. بالظبط. يعني وزواج مصلحه برضك للزوج. طبعا. يعني هو برضك لما تزوج من السكرتيره هو بيتجوزها برضك يعني جواز مصلحه، مش جواز مقصود منه الاستقرار او اللي هو الدوام. هو جواز يعني مصلحه. في بعض الاحيان لا بيبقى مصلحه متبادله. بالظبط، بيبقى مصلحه يعني متبادله. تمام. الزواج اذا تم في حضور شهود وقالوا ان احنا هنقول للناس بقى مشهور، تمام، اصبح هذا الزواج صحيح. لكن لو جابوا الشهود وقالوا لهم ما تجيبوش سيره لحد وما تقولوش لحد، اوكي، هنا اصبح برضك زواج سري. ايوه، يبقى وده ده بقى منهي عنه شرعا. ده باطل. ده طبعا باطل، لان كمان هذا النوع من يعني الزواج بيتم بدون مهر، والزواج بدون المهر هو زواج باطل، لان الصداق ده من الشروط الزواج المنصوص عليها في القرآن. ماشي خلاص، هو اداها مهر واداها مهر بالظبط، ووصى ان الشهود ما يقولوش لحد. اصبح زواج باطل، انتفت عنه العلنيه، من شروط الزواج العلنيه. اوكي. طيب. انت ممكن انك انت تستثني مجموعه من الناس ما تقول لهاش. تمام، زي ايه مثلا؟ واحد متجوز على مراته، محيط تمام، هتقول مثلا ايه يعني ما فيش حد يبلغ زوجتي، ما فيش حد يبلغ اهل زوجتي. اوكي، لكن الباقي كله عارف. في الحاله دي اصبح زواج سليم. تمام، لكن لو انت قلت احنا هنتجوز ومحدش تاني يعرف، تمام، فاصبح هذا الزواج محل نظر. طب دكتور، عايز اسال سؤال مثلا، لو هو توفرت كل شروط الزواج العرفي وعمل واشهره بالظبط، تمام، او ممكن الاشهار يبقى بولي الزوجه، يكون في ولي حاضر كمان، ماشي. لو هو ده يبقى كده اشهار، ولو هو مخبي عن الناس كلها. لا، احنا عايزين نفصل بين الاشهار وبين الولي. الولي اللي هو والد الزوجه او ابن عم الزوجه او اخو الزوجه، اللي هو العصب من طرف الزوجه، ويجوز ان يكون والد الزوجه ابنها من زواج سابق. تمام، يعني لازم يكون في راجل هو اللي بيجوزها. تمام. الاسلام كرم المراه. تمام، ما خلاهاش انها تقدم نفسها بنفسها، لازم يكون هناك رجل عصب ليها هو اللي يقدمها وهو اللي يقف لها. طب هل الولي ده كافي ان ده يبقى مصدر الاشهار؟ لا، الولي ما هوش مصدر اللي هو الاشهار. الولي هو شرط من شروط عقد الزواج في المذاهب الثلاثه فيما عدا المذهب الحنفي. تمام.
بس. اوكي، فانا كده بديله نوع من انواع الحمايه في اللي هو الحلال بزياده، لان هو ممكن يبقى فيه ولي وبرضه يبقى الموضوع كله وما يبقاش فيه اشهار. يعني لو بقى ولي بس والزوج والزوجه يعني كده ما انعقدش، يبقى كده ما انعقدش عقد اللي هو الزواج. ده برضه باطل. ما انعقدش. طبعا هو ما انعقدش اصلا عشان يبقى باطل وزواج فاسد. ما انعقدش اصلا، ده بقى الزواج بقى زنا. المذاهب تمام بتتاخد حسب العصر، يعني الدوله بتختار مذهب بتحط عليه القانون حسب ظروف العصر. الظروف اللي احنا فيها احنا بنستخدمه استخدام خاطئ. ماشي. هو ده مش خطأ المذهب، ده مش خطأ المذهب، ده خطأ المجتمع وخطأ التربيه، لكن مش خطأ المذهب. انا بقول استخدامه في العصر ده استخدامه دلوقتي اصبح يعني استخدام فاسد طبعا. تمام. لكن هو المذهب اصلا يعني ما هوش خطأ، لان من جمال الاسلام ان اختلاف المذاهب، فانا بختار المذهب اللي بيناسبني عشان ما يبقاش فيه قسوه وعنف في الاسلام.